قالت المعلمة للتلاميذ: لديكم جميعا 10 على الحضور والانضباط، ما عدا أنت ريومادون، لديك 1. كانت تكرهه رغم أنه منضبط ولا يتغيب أبدا عن الصف، ومع هذا نجح في دراسته. وفي يوم تسليم الشهادات، وبينما كانت كل الأمهات رفقة أبنائها، ذهب لمعلمته وقال: معلمتي، البسي هذه العباية لتقدمي لي أنت الشهادة، فقد كانت لأمي قبل وفاتها وأنا ليس لي من يرافقني. فدمعت أعين المعلمة ووافقت بدون تردد، وبعد دقائق صعدت على المنصة مرتدية العباية، وقدمت له الشهادة بكل حب، محاولة إصلاح ما صدر منها في السابق. وفجأة دخلت امرأة غريبة إلى القاعة وقالت: كيف تبتسمني لي بالمعلمة؟ أعلم أنني قبيحة وسمينة، ومظهري ليس كبقية الأمهات، ولكن أنا أظل أمك، وما كان عليك حرمني من هذه اللحظة السعيدة التي ما كنت أنتظرها. مسحت دموعها ولمحت المعلمة ترتدي عبايتها. لحظة، أخذت مكاني ولبست عبايتي المفضلة أيضا. وركضت وخلعت منها العباية. أنت من اليوم فتأخذ مصروفك من أمك الجديدة، ولتغسل لك كلسونك الأصفر النتن.